السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل الأوز الشامي. هنبدأ بسلق اللحمة. حلة سخنتها، ضفت لها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، 400 جرام من اللحمة المكعبات. مجرد اللحمة بتاخد لون ببدأ ان انا اقلبها من الناحية التانية واشوحها تشويحة كويسة. بعد كده بضيف لها المية المغلية واشيل الشوائب اللي فوق. بعد كده بضيف لها الورق اللورا والحبهان والقرفة والقرنفل والفلفل الاسود والملح وبصلة صغيرة، وهسويها تسوية كاملة. الخطوة اللي هتيجي بعد كده سلق البسلة. بضيف مية مغلية، اضيف لها معلقة صغيرة من السكر، كوباية الا ربع من البسلة المتفرزة تاخد غلوتين. بعد كده ببدأ ان انا ابردها بالمية واسيبها تتصفى. في تشويح البسلة معلقة كبيرة من السمنة البلدي. هبدأ ان انا اضيف لها البسلة واقلب فيها لحد البسلة ما تستوي واركنها على جنب. معلقتين كبار من السمنة البلدي. هبدأ ان انا اضيف عليهم اللوز ده. جبت مية مغلية حطيته فيها. بعد كده ببدأ ان انا اقشره واسيبه لحد بعد كده ما بينشف، وابدأ ان انا اشوحه بالشكل ده. قللت هنا السمنة البلدي لمعلقة واحدة، ومعايا كوباية من الرز البسمتي مغسول وكان منقوع نص ساعة وصفيته. ببدأ ان انا بعد كده ازود الشوربة لحد ما تغطي السطح، وازود له شوية ملح لحد ما بيستوي. كل المكونات دي هبدأ اخلطها بالشكل ده واسيبها لحد ما تبرد. بعد كده معايا نص كيلو من الجلاش، وهبدأ ان انا اقسمه بالطول. هاخد كل ورقتين مع بعض اعملهم بالشكل ده. هبدأ اسكن ورقتين والورقتين التاني عكس بعض، وهبدأ احشي واقفل عليهم. الطريقة بتاعتها سهلة جدا. المكسرات ممكن تتغير بأي نوع تاني أو نزود عادي، بس هي ما شاء الله أكلة مشبعة وبتعمل كمية كويسة. الكميات اللي أنا استخدمتها في الفيديو كانت صغيرة، وهبدأ إن أنا هتطلع معايا كمية كويسة جدا. طبعا التسوية على الرف الأوسط، درجة حرارة عالية. مجرد ما بتاخد لون من تحت بنبدأ إن احنا نشغل الشواية كده خلاص. طبعا الصينية مدهونة سمنة بلدي. أهم حاجة في الوصفة إن احنا بنستعمل سمنة بلدي بالشكل ده. هي عملت معايا كمية كويسة ما شاء الله. بعد كده بدهنها سمنة بلدي. الصينية مدهونة سمنة بلدي، بدهنها سمنة بلدي وابدأ ان انا اضيف قطع من اللوز كده مسلوق بس مش متحمر، عاملاه شرايح. وهبدأ ان انا اضيفه كشكل من التزيين وبيدي طعم كويس. هنا بالشكل ده تدخل درجة حرارة عالية. مجرد ما بتاخد اللون من تحت تبقى هي كده استوت، لان كل المكونات مستويه. هنعمل سلطه لذيذه كده. شويه خيار قطعتهم يدويا كده، وعلبه زبادي، ورشه نعناع، ورشه من الثوم البودره، وكده يبقى كده حاجه كويسه معاه. ما شاء الله بتطلع بالشكل ده. طبعا الزبادي ممكن حد يزود اي اضافات تانية. انا حبيت ان انا اعمله بشكل بسيط بس. هنا ده شكلها. اتمنى الوصفه تعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.